يا هلا بحبوبتي، والله وحشتوني. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. بصوا الفلوج ده بقى بشارك معاكم اللحظات كده لطيفة من الويك اند، لان انا كنت رايحة السوبر ماركت. استنوا، بصوا يا جماعة، الحافظات دي تحفة خطيرة للمصايف وكده، لذيذة عجبتني، قلت اوريها لكم. وكمان كنت رايحة اجيب حاجات بقى اظبط اكلي في الفطار وفي الغدا وكده، هو بقول لكم عملت ايه عشان بحب دايما اشارك معاكم الحاجات دي. صباح الخير. عايزه اقول لكم المطبخ محتاج يترتب يتنضف. حاجات عايزه تدخل الديش ووشر، وحاجات عايزه اغسلها كده على ايدي سريعا. وعقبال ما نخلص القصص دي بقى هحط بصوا استنوا. كنت جايبه من ابو عوف امبارح عشان اعمل بينا باتر، فهحطها في الاير فراير تاخد، بس عشان بصوا هي مش متحمصه، تاخد لون. و وبعد كده هحطها في الفود بروسيسور عشان بقى تعمل لنا البينا باتر صحيه هيلثي، ما فيهاش اي مواد حافظه، انتي متحكمه في نسبه عسل او سكر زي ما انتي ما عايزه. بس ايه نوع الزيت اللي انتي ممكن تضيفيه، لان انتي بتحتاجي تضيفي زيت على فكره عليها، بس ايه، انتي اللي بتبقي عارفه كويس قوي المكونات اللي موجوده فيها. حضرت الجرانولا، اقعد افطر. ايه رايكم؟ I like it I like it بجد. الستايل الجديد ان انا البس كده حاجات كده واسعه، بس شيك، شكلها حلو شيك كده. بس مهم هنزل، مستنيه بس المغرب يأذن وانزل ان شاء الله لكم، عشان انا ما وريتكوش الطقم ده ساعه العيد. قولوا لي رايكم بقى، عشان انا ظبطته بصراحه طرحه، مش عارفه باينه اهي. اكتبوا لي بقى في الكومنتات رايكم، عشان بحب اسمع رايكم يا جماعه. وده تاني يوم كنت رايحة أشوبينج في الديستريكت، أشوف كده الدنيا فيها ايه. ويا جماعة كان نفس اليوم اللي فيه الماتش، اللي هو مش آخر ماتش بقى، ده اللي احنا طالعين زعلانين. مش زعلانين على فكرة ان احنا خسرنا، احنا أصلا كسبانين يعني، بس حاسين بس ان حد ايه ظلمنا، هو ده اكتر احساس غالبا مضايقنا. ما عدا ذلك بجد شابوه، واحنا فخورين جدا جدا بلاعبين مصر، بجد عملوا اللي عليهم وزيادة. بس بصراحة كنا فرحانين في اليوم ده جدا، وكان عندنا طاقة وحماس وتفاؤل، ولكن الحمد لله على كل حال. ده الخير اكيد يعني، ويكفي ان العالم كله دلوقتي يشهد ان احنا لينا الحق ولينا حق الفوز كمان. بصوا في العادي اما بخرج وبرجع من بره ببقى عايزه انام، يعني مش ببقى عايزه اعمل اي حاجه تانية. بس النهارده عشان مصر كسبت وكده، حاسه ان انا يعني عندي باور اعمل حاجه تانية، فاهمين؟ ف كنت جايبه حاجات من ايفا. بصوا انا في العادي بحب حاجه ايفا جدا جدا جدا، و كنت بستخدم ميك اب ريموفر، وفي نفس الوقت هو فيه فيتامين، هو حلو يعني، هو توتال كده، هو يعني ميكس لذيذ، ميكس حلو كده. رحت عملت من عندهم بقى، تبضعت كده اوكي، وجبت بقى من عندهم ايه، بصوا ان بصوا جبت حاجات بصراحه كتيره، فتعالوا بقى نفتح كذا حاجه وهنرتب التسريحه مع بعض، عشان بقى ايه، نحط الحاجات بقى اللي جبناها جديد. بصوا اول حاجه جبت الغسول، اللاين ده بتاعهم حلو قوي 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 يعني، فجبت الغسول ده بالهيالورونيك اسيد عشان في الصيف يعني لو انتي من الناس اللي هي على طول بيتكون عندك رؤوس سودا كتير بسبب الكريمات والصيف والحاجات، لازم تجيبي غسول بهيالورونيك اسيد، فهو سعره رمزي قوي في وسط كل اللي بنسمعه يعني، لا ده سعره حلو قوي اوكي. و بصوا في حاجه تانية، استنى، الغسول ده عجبني في ايه بقى، اغسلوا وشكوا وتحسوا ان انتوا مش حاطين حاجه تقيله قوي قوي قوي، اللي هو انتوا عمالين تغسلوا وشكوا بالميه وهو برضو لسه لازق فيها وتقعدوا تغسلوا كتير. لا ده مش كده، ده بقى مش كده، عشان كده انا حبيته اوكي. ف فهو خفيف قوي وبيسيب البشره مترطبه وبينضفها كويس، يعني ده اختراع بصراحه. تاني حاجه جبتها من عندهم، وهو
كريم تفتيح نهاري. اوكي، المفروض ان هو بيفتح لون البشره، وفي وفي اسمه ايه ده، سان سكرين. تحطيه بقى قبل الميك اب، ترطبي بيه بقى قبل الميك اب، تخرجي بيه الصبح، تحطيه بعد ما تغسلي وشك الصبح وانتي بقى واقفه في المطبخ. يعني برضو السان سكرين مش بس لبره، لا انتي قدام البوتاجاز، لا انتي لازم تكوني بتستخدمي سان سكرين. فانا حاسه ان ده خفيف ومناسب ان انا احطه جوه البيت. بصوا بقى، هو عجبني ليه، هقول لكم. انا ما استخدمتوش كتير طبعا، ما لحقتش يعني استخدمه، بس انا هوريكم. بصوا، في اولا بشره بتمتصه بسهوله جدا. ثانيا انا مش عارفه انتوا واخدين بالكم ولا لا، مش عارفه، استنى، شايفين في هنا لمعه بيديها، مش عارفه يا رب تكونوا شايفين، في لمعه، فبيدي كده لمعه حلوه قوي قوي يعني، وخفيفه. وبشره بصوا امتصته على طول. بس بصوا دي بتلمع ازاي، حلو. جبت ايه تاني؟ وجبت كريم العين. تمام، استنى، بصوا ده المفروض ان هو بيفتح تحت العين وحوالين محيط العين. يعني هنشوف نتيجته. يعني انا هجربه شويه وهقول لكم نتيجته، بس انا شفت ريفيوهات كتيره قوي قوي عليه ان هو تحفه، فهشوف. عامه انا عايزه اقول لكم على حاجه انا مقتنعه بيها. انا عارفه ان ممكن الفلوس اللي دفعتها في المنتجات دي كنت ممكن اجيب بيها منتجين مثلا من براند تاني، وبرده لوكال براند. انا بتكلم هنا بس على اللوكال براند. اللي متابعني عارف ان انا بجيب دلوقتي لوكال براند مصريه. وممكن اعمل كده، بس انا عايزه اقول لكم ان انا مقتنعه بحاجه. مثلا لازم اجيب اللاين بتاعه كله، يعني لازم اجيب اللاين واستخدم اللاين بتاعه، الغسول بتاعه والتونر بتاعه والكريم بتاعه. ولو هجيب مثلا هيرونيك من عندهم يبقى هم نفس الشركه. انا بحب استخدم كله زي بعضه، تمام، كله من نفس الشركه. ليه بقى؟ لان مقتنعه ان انا لو لخبطت، معرفش يعني، ده اقتناع انا، مش لازم كل الناس تقتنع بيه، بس انا مقتنعه ان انا لو لخبطت في الموضوع ده ممكن لا قدر الله بشرتي تدي رد فعل مش كويس. فعشان كده يعني شايفه انه لا، انا بحب اجيب اللاين كامل. بلس حاجه انا مقتنعه عليه بقى، موضوع بقى ان انتي ممكن كنت تجيبي تو برودكت ومش عارفه ايه من براند تاني بالفلوس دي. انا هقول لكم على حاجه، انا مقتنعه ان اي بشره في الدنيا بتهتمي بيها وبترطبيها كويس وبتحطي لها تونر وبتنضفيها وما بتناميش بالميك اب بالليل بتاعك، كل الحاجات دي عندي اقتناع 100% انك بشرتك هتبقى كويسه. الا لا قدر الله في حاجه مرضيه فانت بتروحي للدكتوره الجلديه بتديكي حاجات طبيه. انا بتكلم على الايه العادي، الاهتمام، السكين كير العادي خالص خالص. انا مقتنعه بكده. انت لو بترطبي بشرتك وبتغسليها كويس وبتنضفيها وبتهتمي بيها وبتعملي تنظيف بشره كل مده، ومهتمه ان انت تاخدي الفيتامينز او تحطي حاجات فيها فيتامينز، اكيد بشرتك هتبقى كويسه. الاستمراريه بحس ان هي اللي بتفرق بصراحه. انت لو جبتي اغلى منتج وجيتي بطلتيه بعد اسبوع هترجع بشرتك كما هي، مفيش اي حاجه تتغير فيها، تمام. بس فهجرب الكريم ده وهقول لكم نتيجته بعد فتره، يعني اكون جربته كويس. واخر حاجه، لا استنى، اخر حاجه قوي وجبت كمان الكريم ده بحمض الهيالورونيك اسيد، برضو حلو قوي. بصوا هقول لكم على حاجه انا جربته امبارح، اقول لكم رايي فيها. اولا انا بحب الحاجات اللي شكلها فخم، فهي عجبتني عامه. القوام بتاعه تقيل، انا هديكوا برضو ايه يعني عشان تبقوا فاهميني اكتر. القوام بتاعه مش تقيل قوي، هو تقيل بس مش تقيل قوي. بس بصوا شايفين يعني غير الكريم بتاع الصبح، لا حاسه مختلف. شايفين تقيل ازاي؟ تقيل، بس محتاج ان انت بقى ايه. انا بحب هقول لكم على حاجه، بحب قبل ما انام و افضل اعمل مساج بقى. يعني عامه في المطلق، استنى دي كده انا بحب اقعد اعمل بيها مساج كده كده. فبتحطي بقى الكريم واقعدي بعملي مساج براحتك بايدك كده على وشك، باي اداه عندك للمساج براحتك.
المهم ان انت قبل ما تنامي تشد بشرتك كويس جدا جدا جدا، وترطبيها كويس قوي وتنامي. بس مش هطلب منك اكتر من كده. وطبعا قبلها تكوني منضفاه كويس جدا وغسلاها. بصوا بقى، استنوا اي حد هنا بيتابعني، ايا كان سنه، ايا كان عمره، ايا كان هو مين يا جماعه، من اول سن 12 سنه لازم يكون معاكم صابونه اسمها تراي تيكت. ان شاء الله يعني اكون بنطقها صح، هحط لكم صورتها هنا. الصابونه دي خطيره. الصابونه دي من وقت ما انا كنت عندي قد ايه، كنت في اولى ثانوي مثلا، لحد ما اتخرجت من الكليه. انتوا شايفين كام سنه؟ ما بطلهاش، بتخلص اجيب غيرها، بتخلص اجيب غيرها دي. ومش قادره اقول لكم يا جماعه، مش قادره احكي لكم قد ايه هي تحفه. خطيره 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 بجد، حلوه جدا جدا. وعارفين الفسافيس الصغيره والحبوب ومش عارفه ايه، هي بتطير كل ده حرفيا. فريكومندد ليكم قوي ان انتوا تجربوها يعني. هتفرق كمان مع البنات الصغيره في سن بقى المراهقه وكده، عشان حب الشباب والحاجات دي. اوكي. ايه تاني؟ اخر حاجه بقى، عندهم اختراع حلو قوي قوي قوي. ايه بقى ده؟ شايفين؟ مش عارفه عمل بلور ولا ده تحفه تحفه. ده سكراب للوش حلو قوي قوي بجد. بس استخدموه لو بشرتك حساسه، هتستخدميه مثلا مره في الاسبوع. حلو قوي، في ترمس وفي حاجات حلوه قوي 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 بتعمل سكراب للبشره، وفي فيتامينز. حلو بصراحه، هو تحفه. فبينضف الوش حلو قوي وبيشده، وبحس بجد بالنتيجه بعديه يعني. بس هو مش بتسيبيه على وشك يعني، عشان برضو تاخدوا بالكم وبشرتكم ما تلتهبش. هو مش بتسيبيه على وشك، هو بتغسلي بيه تمام. بس بتغسلي بيه مثلا دقيقه ولا حاجه، وبتعملي سكراب طول ما انتي بتغسلي، وبعد كده بتغسلي وشك بس. مش بتسيبيه، هو مش ماسك، هو سكراب بس. فدي الحاجات اللي انا جبتها. استنوا يا جماعه، برفاني المفضل الفتره دي هتقولي هقول لكم شالكي الازرق. شالكي الازرق يا جماعه بجد، يعني حاجه كده. انا اصلا في العادي من بعد ولاده ابني بصراحه ما كنتش بحب استخدم اي برفان خالص. عارفين، بحب استخدم الحاجات اللي هي كريمات الاطفال يعني. كنت بستخدم المنتجات بتاعته والله العظيم من ساعه الحمل او الولاده، مش فاكره، هي في الحقبه الزمنيه دي يعني. المهم ان بعدها ما كنتش طايقه اي برفيوم عندي خالص. اي برفان عندي كنت بكرهه، لحد ما شميت شالكي الازرق. لا استنوا، انا بحب العود يعني بعد الولاده وكده. لو استخدم حاجه بحب العود، عشان كده قبل كده مش فاكره قلت لكم عليه ولا لا. العود من العربيه، العود اسمه مخلط التميز غالبا. خطير خطير، على ضمانتي هاتوه. بس بلاش تحطوا منه في الصيف يعني، مش هتدعولي خالص وقتها. انما شالكي الازرق ده لا 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 يا جماعه، لا فظيع خطير بجد بجد. اخيرا حبيت برفان بعد الولاده. انتوا مش متخيلين، كنت والله بستخدم منتجات الاطفال، حتى الشامبو، حتى الجل، حتى كل حاجه يا جماعه بجد كنت بستخدمها بتاعت ابني، كنت بستخدمها لنفسي. وما كنتش بطيء البرفانات نهائي. ففاينل الحمد لله لقيت حاجه عجبتني، فريكومندد ليكم ان انتوا تجربوه يعني. لو ما تعرفوش، هو اساسا مشهور، اشهر حاجه في العربيه العود غالبا شالكي يعني. بس انا ما حبيتش لا الاصفر ولا الابيض، انا ما بحبش المسك اصلا كده كده. ليه بقى ما بحبش المسك الابيض؟ لان انا فضلت احط منه كتير جدا جدا جدا، وكنت مثبته المسك الابيض مش بحط غيره، فكرهته. قعدت مش فاكره قد ايه، قعدت سنه غالبا بحط منه، فكرهته جدا جدا جدا. وما بقيتش احب اشمه، ولا حد يبقى احطه جنبي، ولا انا شخصيا احطه. واي حاجه فيها ريحه المسك الابيض قويه قوي انا ما احبهاش. بس فالمسك الابيض حلو للي اكيد ما زهقش منه. بس والشالكي اللي هو الوردي حلو برضو يعني، لذيذ برضو، خفيف يعني، ملائم للصيف.
بس فالمهم احنا بقى دلوقتي هنقوم نرتب التسريحه ونظبطها. ايه مش تسريحه كلها، هي اكشلي هي الجزء بتاع السكين كير والبرفانات هو ده اللي احنا هنظبطه وهننضفه، لان انا اوريدي لسه كنت منضفه الاوضه كده يعني. بس حاسه انا رغيت معاكم، بس والله يا جماعه الواحد مبسوط الحمد لله ان هو يعني ايه كسبنا وكده، فمبسوط. هشغل حاجه جنبي اسمعها. دلوقتي انتوا عارفين الساعه كام؟ استنوا أوريكم. دلوقتي الساعه 2 حرفيا. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه بمناسبه الصوره بتاعه الكفر. انا بقعد ادور دايما على صور للكفر تكون تديني طاقه كده حلوه، فاهمين؟ اللي هو مش طاقه بقى، مش صوره ممله وكده، لا انا عايزه حاجه تديني طاقه حلوه. فحطيت الصوره دي. بصوا حسيت انها ايه، حاجه كده جيرلي كده بنوتاتي، اما ابص فيها احس بطاقه كده ايجابيه، احس ان عايزه اقوم اعمل فطار حلو واشم برفان حلو واحط لنفسي سكين كير. فاهمين انتوا؟ اللي هو حاولوا تشجعوا نفسكم بجد والله، يعني التفاصيل الصغيره دي والله العظيم بتفرق. تمام. فالمهم اشغل حاجه. انا بحب قوي اتفرج على، استنى اقول لكم عشان انا كنت مشغلاها اصلا بحبهم بحبهم قوي قوي يعني. هشغلها جنبي ونقعد بقى ايه نرتب الدنيا مع بعض، فيلا بينا. تعالوا بقى واحنا بنرتب كده السكين كير والبرفانات اللي انا بستخدمها الفتره دي. ولو تلاحظوا انا من فتره كنت بكلمكم على التجرد، فاكرين ان احنا ما نحطش قدامنا مشتتات كتير. هتقولي هيفرق في ايه؟ يعني هيفرق معاكم في ان انتوا دماغكم تبقى فاضيه للحاجه اللي انتوا عايزين تعملوها او مركزين عليها، لشغلكم بقى، لدراستكم، ايا كان. تحطي بس الحاجات اللي انت هتستخدميها، ما تشتريش حاجة زيادة انت عندك اوريدي زيها، او مثلا مش تستخدميها دلوقتي. اشتري الحاجة اللي انت محتاجاها مش اللي عجباكي، فاهمين؟ ودايما قلت لكم على موضوع الوايبس ده بيسهل قوي في التنظيف كمان. فالفترة دي بحاول اعمل كده، احط قدامي الحاجات اللي انا بستخدمها بس الفترة دي، اي حاجة تانية شيليها في الدرج. انا مش حاطة قدامي حتى البرفانات عشان بحاول كمان اقلل يعني ما استخدمش غير برفيوم واحد بس، زي ما قلت لكم الفتره دي مفيش حاجه عجباني اكتر من شالكي. كمان الميك اب حاطاه في درج برضو. هتقولي طب ليه ما انتي بتستخدميه؟ حطي قدامك الحاجات اللي انتي بتستخدميها. اقول لكم ان انا بحاول ان انا اهتم ببشرتي اكتر من ان انا احط ميك اب، كمان هو حرام واحنا عارفين كده يعني. بحاول ان انا اللي هو ما يبقاش قدامي، ما يبقاش قدام عيني، لا انا احط الاول مثلا سكين كير، اهتم بنفسي اكتر من ان انا ابوظ حتى بشرتي بالميك اب. طبعا الموضوع ده مش سهل تنفيذه، بس انا بحاول اشارك معاكم الحاجات اللي انا بحاول اعملها مع نفسي. تمام. فانتوا كمان برضو شاركوني في الكومنتات، قولي لي انتوا بتحاولوا تعملوا ايه الفتره دي وبتشتغلوا نفسكم على ايه الفتره دي، عشان نشجع بعض كده. ودلوقتي الحمد لله خلصت. تعالوا نحط الروتين الليلي. الحمد لله غسلت وشي كويس قوي، وهحط الاول الكريم بتاع الليل. اوكي، بصوا احساس حلو بقى، احساس حلو كده. انتوا مرتبين التسريحه وجايبين منتجات جديده تجربوها بقى، تشوفوا ايه هتعمل ايه، اخبارها ايه، مش عارفه ايه. احساس حلو قوي بجد. وتحسي كده ان طاقتك الانثويه ماشي تبتدي تظهر بقى. انسي شويه مسؤوليات والحاجات اللي وراكي وكده، واهتمي بقى بنفسك. في بقى يا جماعه حاجتين احنا بننساهم دايما، هما ايه بقى؟ الايد، اوكي، و الرقبه. فريكومندد ليكوا. طبعا مش هعرف اعمل كده عشان الحجاب، بس ايه ريكومندد ليكوا. هقعد اعمل بقى سكين كير واشد بشرتي ونرطبها كويس. عشان ايه يا جماعه؟ اللي بيكسر ال30 يهتم بقى بنفسه. مفيش بقى وقت الدلع، ده راح، ده راح خلاص. بس ف... فنهتم بنفسنا. المهم خلصت ترتيب، ودلوقتي هنحط كريم العين.
اوكي انا غالبا حطيت كتير بس اتس اوكي. في بقى نصيحة ليكوا في كريم العين برضو، ان انتوا يعني تفردوه وتسيبوه شوية، تمام، ما تدمجوهوش على طول. وانا بستخدمه للمنطقة بتاع الاندر ايز، فهعمل دلوقتي كده بقى ايه ترتيب كده. اشوفكم بقى في فلوج جديد، ويا رب يكون الفلوج ده عجبكم، ان هو فلوج كده على طبيعتي فيه وعشوائي شويه، بس انا حبيت ان انا اشارك معاكم بجد اليوم ده. انا مبسوطه قوي، يا رب كل ايامنا كده حلوه وجميله. واكتبوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فلوج جديد. سلام.